خليني أسألك سؤال يمكن محيرك من زمان. هل عمرك حسيت إنك متأخر؟ بتبص حواليك وتشوف ناس في نفس سنك أو حتى أصغر منك وحققوا حاجات أنت لسه بتحلم تبدأ فيها؟ ساعتها بيجيلك إحساس صعب، كأنك ضيعت وقتك أو إن خلاص القطر فاتك. لكن الحقيقة مختلفة تماماً. كل ناجح بتشوفه دلوقتي كان في يوم من الأيام في نفس مكانك بالظبط. شخص عادي، يمكن كان مكسور، يمكن كان فاشل، يمكن كان عنده إحباط. لكن في نقطة فارقة حصلت. قرر يبدأ. النجاح مش بيتولد فجأة. مفيش حد اتولد على القمة. الكل بدأ من نقطة الصفر. الفرق الوحيد بينهم وبينك إنهم خدوا خطوة صغيرة للأمام، ومن الخطوة الصغيرة دي بدأت السلسلة اللي وصلتهم لمكانهم النهاردة. خليني أقولك حاجة. الإحباط مش هو العدو الحقيقي. العدو الحقيقي هو إنك تستسلم ليه، إنك تسيب الأيام تعدي وإنت واقف مكانك. ولو ركزت هتكتشف إن معظم الحواجز اللي بتوقفك مش في الواقع، لكن في دماغك. أنت بتفكر أنا ما عنديش موارد، أنا ما عنديش خبرة، أنا مش قد المنافسة. لكن اللي بيبدأ مش محتاج يكون معاه كل حاجة. هو محتاج يكون عنده قرار ويستغل أبسط اللي موجود عنده. تخيل معايا، لو كل يوم خدت خطوة صغيرة جدا، حاجة بسيطة زي إنك تقرأ صفحة أو تتعلم مهارة صغيرة أو حتى تبدأ تشتغل ساعة واحدة بس على حلمك. بعد سنة أنت مش هتكون نفس الشخص، أنت هتكون شخص جديد تماماً. يمكن دلوقتي بتقول لنفسك طب إيه اللي يضمن لي إني أوصل؟ مفيش ضمان، لكن في حاجة أهم. الطريق نفسه هو اللي بيغيرك. الطريق هو اللي بيخليك أقوى، أذكى، وأقرب من حلمك خطوة بخطوة. والأجمل إنك مش محتاج تبدأ بكرة أو الشهر الجاي. أنت تقدر تبدأ دلوقتي. القرار ده في إيدك. الفيديو ده مش مجرد كلام تحفيزي وخلاص. أنا هديك خطة عملية من 3 مراحل تقدر تطبقها فوراً. خطة أي حد يبدأ بيها من الصفر ويوصل بيها للقمة. لكن قبل ما أشرح لك الخطة، لازم تفتكر حاجة. الطريق طويل، واللي هيكمل هو اللي فاهم إن النجاح مش ضربة حظ. النجاح عادة، نجاح خطوات صغيرة، نجاح التزام يوم ورا يوم. مستعد تعرف الخطة؟ يلا بينا. دلوقتي هنيجي لأهم جزء، الخطة. خطة من 3 مراحل بسيطة، لو التزمت بيها هتكتشف قد ايه التغيير ممكن يبدأ معاك حتى لو من لا شيء. المرحلة الأولى، ابدأ بما تملك. إياك تستنى الظروف تبقى مثالية، لأنها مش هتيجي. اللي بيستنى اللحظة المناسبة بيفضل مستني طول عمره. ابدأ بحاجة بسيطة جدا، كتاب عندك، مهارة صغيرة تعرفها، حتى ساعة فاضية في يومك. السر مش في الإمكانيات، السر في إنك تبدأ. تخيل إنك بتزرع بذرة صغيرة. لو استنيت الأرض تبقى مثالية والجو مثالي، عمرك ما هتزرع. لكن لو زرعت النهاردة، حتى لو التربة مش مثالية، البذرة هتبدأ تنمو. وإنت كمان محتاج تعمل كده. المرحلة التانية، اتعلم كل يوم حاجة جديدة. المعرفة هي الوقود اللي هيحركك. مفيش حاجة اسمها أنا بعرف كفاية. حتى الناس اللي وصلوا للقمة لسه بيتعلموا. حط قاعدة بسيطة لنفسك، اقرأ صفحة واحدة في كتاب، شوف فيديو تعليمي، اسمع بودكاست. الموضوع مش في كمية المعلومات اللي بتدخلها، الموضوع في العادة، إنك كل يوم تدرب عقلك على التطور. ولو مش مصدق، فكر في كوباية المية، نقطة بتنزل عليها كل يوم. النقطة دي في الأول مش باينة، لكن بعد فترة هتلاقي الكوباية مليانة. المعرفة نفس الشيء، نقطة فوق نقطة تلاقي نفسك شخص تاني بعد سنة. المرحلة الثالثة، خطوة بخطوة. هنا بقى السر الحقيقي، الاستمرارية. مفيش نجاح بيحصل بين يوم وليلة. حتى لما تبص لقصص النجاح اللي تبدو فجأة، في الحقيقة وراها سنين من الشغل المتراكم. اوعى تستعجل. لو مشيت بخطوات صغيرة لكن ثابتة، هتسبق اللي بيجري بسرعة وبيقف فجأة. التقدم البطيء أفضل مليون مرة من التوقف. حتى لو حركتك بطيئة جدا، بعد شهور هتكتشف إنك قطعت مسافة كبيرة. زي اللي بيطلع جبل، مش بالقفزات الكبيرة، لكن بخطوات ثابتة واحدة ورا التانية. الخطة دي لو طبقتها بجدية، هتحس إنك مش بس اتغيرت، لكن حياتك كلها بدأت تاخد اتجاه جديد.
بس طبعا الطريق مش سهل، وهنا يجي الجزء الأهم: إزاي تستمر مهما كانت العقبات. أي رحلة تغيير فيها مطبات، عقبات، أيام أحباط وأيام كسل. المفتاح مش إنك ما تتعبش، المفتاح إنك تعرف إزاي تستمر حتى وإنت تعبان. السر في 3 كلمات: الانضباط، الصبر، الشغف. الانضباط إنك تلتزم حتى في الأيام اللي مش عايز تشتغل فيها. النجاح مش دايماً عن الحماس، الحماس بيروح ويجي، لكن الانضباط هو اللي بيخليك تتحرك حتى لما الحماس يختفي. الصبر، النجاح محتاج وقت، مفيش حد بيزرع النهاردة ويحصد بكرة، لازم تستنى وتفضل تسقي وتعتني باللي بدأت بيه. اللي بيستعجل غالباً بيستسلم قبل ما يشوف أول نتيجة. الشغف هو النار اللي جواك. اسأل نفسك: أنا ليه بدأت أصلاً؟ كل مرة تحس إنك هتسيب، افتكر الهدف اللي خلاك تبدأ، وخلي الشغف يشحن طاقتك من جديد. تخيل نفسك بعد سنة، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، هتكون واقف على قمة جبل صغير، باصص للطريق اللي طلعته. ساعتها هتفتكر اللحظة اللي بدأت فيها، وهتقول لنفسك: الحمد لله إني ما استسلمتش، الحمد لله إني خدت أول خطوة. خليني أقولك إيه اللي فعلا هيساعدك تبدأ النهاردة. اختار هدف صغير جدا، حاجة ما تاخدش أكتر من 10 دقايق يوميا. لو عايز تقرأ، اقرأ صفحة واحدة بس. لو عايز تتعلم، شوف فيديو قصير. لو عايز تتمرن، اعمل 5 ضغط بس. ابدأ بحاجة تافهة جدا لدرجة إن عقلك ما يلاقيش حجة يرفضها. سجل تقدمك، ورقة، تطبيق، أو حتى نوت على الموبايل. كل يوم علم صح إنك خلصت. بعد أسبوع هتلاقي سلسلة، وهتعند مع نفسك عشان ما تكسرهاش. شارك هدفك، قول لحد قريب منك أو اكتبه في الكومنتس. لما تقول أنا هبدأ من النهاردة بصوت عالي، بتحط نفسك قدام التزام حقيقي. الموضوع كله بيبدأ بقرار، قرار صغير جدا، لحظة واحدة تقول فيها أنا مش هفضل واقف مكاني. مش لازم تعمل طفرة كبيرة، لكن لازم تبدأ بخطوة. وصدقني، بعد شهور هتبص وراك وتضحك. هتقول: ياه، أنا كنت فاكر الطريق مستحيل. لكن كل اللي كان ناقص إني أبدأ.